تبقى ماشي جعان وهتموت من الجوع ومستني اول محل يجي في وشك عشان تجيب منه اكل ومش لاقي، وفجاه بعد ما تكون مشيت تلت ولا نص ساعه بتدور على محل تلاقي 20 ولا 30 محل فاتحين جنب بعض. او تبقى في مول كبير فيه 6 او 7 ادوار وتلاقي بدل ما المحلات تبقى موزعه نفسها محلين ثلاثه في كل دور، تلاقي ان في دور هو اللي فيه الفود كورت وكل المحلات فاتحه جنب بعض. فلو فكرت بالمنطق هتلاقي ان دي فكره غبيه شويه، نفس المحل اللي بيبيع نفس الحاجه فاتح جنب المنافس بتاعه، ولكن الموضوع ده ليه تاثير نفسي عليك انت مش حاسس بيه. ببساطه انت لما بتشوف محل اكل واحد بس قدامك، فالسؤال اللي بيجي في دماغك دلوقتي هو انت جعان ولا لا؟ لو جعان هتدخل تجيب اكل، لو لا هتمشي. لكن لما بتشوف محلين او اكتر جنب بعض، فالسؤال دلوقتي اللي بيجي في دماغك مش هو انت جعان ولا لا، السؤال اللي بيجي في دماغك دلوقتي هو اكل من المحل ده ولا المحل ده، اكل فرايد تشيكن ولا برجر. وايا كانت اجابتك فده هيجيب ترافيك اكتر او زباين اكتر لمحل من الاثنين. ودي خدعه تسويقيه بتستخدم في الماركتنج، واكيد حتى ملاحظها دلوقتي في البراندات الجديده اللي كلها بتفتح جنب بعض. فبعد كده ما تستغربش بقى، اديك عرفت السبب.